ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل معاكم اختراع يا كوتش. النهارده بقى الاختراع هنعمل صينيه كنافه بالشوكولاته. هتنسي اي طريقه تقليديه عرفتيها قبل كده وهتعتمد الطريقه دي. الطريقه سهله واحلى حاجه فيها ان طعمها حلو جدا. ميكس الشوكولاته مع الكنافه طعمها تحفه. بجد بجد لازم تجربوها، لان لو ما جربتهاش هتندموا جدا، لانها طعمها حلو جدا. طريقه جديده، طعم حلو جدا، وهتنسي اي طريقه تقليديه عرفتيها قبل كده لعمل الكنافة. شايفين الشكل؟ صراحة تحفة. طب ما تيجي نشوف الايه الطريقة بتاعتنا. اول حاجة هنحضر الشربات عشان عاوزين الشربات بارد. جبنا حلة ونزلنا بكوبايتين من السكر، وهننزل عليهم بكوباية ونص من المية، والكوباية اللي هتعيري بيها السكر هتعيري بيها المية، وتقلبيهم كويس جدا على البارد لغاية ما تتأكدي ان السكر داب. اول ما السكر يدوب خالص هترفعيه على البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة. بعد اول غلوة بنعصر النص ليمونة دي، وبعد كده هنظبط الساعة بتاعتنا على 5 دقايق وهنطفي البوتاجاز. تمام كده؟ كده هنحضرنا الشربات. تعالوا بقى نحضر الشوكولاتة بتاعتنا. عندي 3 كوبايات من الحليب، هنحط عليهم 3 معالق كبار من النشا، وهنحط كمان عليهم معلقتين كبار من الكاكاو، وهحط معلقة كبيرة ممسوحة من السكر. وما تكتريش السكر، حلو جدا معلقة كبيرة ممسوحة. وهحط معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان اللي هي النسكافيه، ونقلبهم كويس جدا على البارد. وانتي بتقلبيهم كده لازم تتأكدي ان كل المكونات امتزجت مع بعض وكل المكونات دابت مع بعض. وبعد ما بتتأكدي ان كل المكونات دابت في الحليب هترفعيها على البوتاجاز. ولازم لما تحطيها على البوتاجاز ما تكونش درجة الحرارة عالية عشان ما يتحرقش منك الجوانب بتاعة الحلة. تمام كده؟ تعالوا بقى نرفعها على البوتاجاز. رفعناها على البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة، واستمرينا في التقليب لغاية ما القوام تقل معانا. هو ما بياخدش 5 دقايق بالظبط على درجة حرارة متوسطة. هنطفي بقى البوتاجاز. شايفين القوام؟ تحفة. القوام كريمي، ما فيهوش تكتلات، يعني ما فيهوش كلاكيع ولا أي حاجة. هنطفي بقى البوتاجاز وهننزل ب3 معالق كبار من الشوكولاتة الشيبس. لو مش متوفرة عندك ممكن تنزلي بالشوكولاتة الدارك لو موجودة عندك. مش موجود أي نوع من الشوكولاتة عادي ما تحطيش، ممكن تستغني عنه عادي، مفيش أي مشكلة. قلبنا بقى الشوكولاتة بعد ما طفينا البوتاجاز، قلبنا الشوكولاتة لغاية ما ساحت خالص. تمام كده؟ بعد ما اتأكدنا ان الشوكولاتة ساحت خالص، اللي هما 3 معالق كبار من الشوكولاتة الشيبس، هنجيب بقى البولة بتاعتنا ونبتدي نحط فيها الشوكولاتة اللي هو البودنج الشوكولاتة ده. طعمه حلو جدا، السكر بتاعه مظبوط، مش محتاج ان انت تحطي سكر تاني خالص. لان على فكرة الكاكاو اللي انا حطيته كاكاو محلى، مش كاكاو خام. يعني الكاكاو اللي انا حطيته ده كاكاو محلى. هنسيبه بقى على الرخامة وتعالوا نشوف الكنافة بتاعتنا. عندي نص كيلو من الكنافة أنا كنت مفرزاه في الفريزر. هنبتدي بقى ننعمه بين ايدينا كده، هينعم معاكي بكل سهولة. عشان انت مفرزاه في الفريزر هينعم معاكي، مجرد ما تفركيه كده بين ايدك هيتفرك معاكي بكل سهولة. لو عندك الكبة ممكن تديله ضربتين في الكبة. لو في أي حتة محجرة ممكن تشيليها. ما بتاخدش وقت خالص، بجد بجد الطريقة سهلة جدا، واحلى حاجة فيها ان طعمها حلو جدا. وطريقة جديدة بقى، سيبك بقى من كل الطرق التقليدية وجربي الطريقة دي. جربي الطريقة دي على ضمانتي هتدعي لي، لان الطريقة دي سهلة جدا وطعمها حلو جدا. احلى حاجة ان الحاجة تكون طعمها حلو كده. نعمنا بقى الكنافة بتاعتنا، نزلنا بمعلقة كبيرة من السكر البودر، اللي هو السكر المطحون يعني. معلقة كبيرة، وما تكونش معلقة كبيرة هرمية، يعني هي معلقة كبيرة وما تكونش مليانة قوي. وهننزل بكوباية من السمنة، ونبتدي بقى نقلب الكنافة بتاعتنا مع كوباية السمنة لغاية ما الكنافة بتاعتنا تتغلف كلها بالسمنة. لازم تغلفي الكنافة بتاعتك بالسمنة، يعني لازم ما تكونش فيه حتة كنافة ما فيهاش سمنة، اكنك بتبسي كحك كده. شايفين انا بغلفها ازاي؟ بغلف كل الكنافة بالسمنة عشان اتأكد ان كل الكنافة اتغلفت. جبت صينية وحطيت فيها معلقة كبيرة من السمنة، ونزلنا بنص كمية الكنافة. تنزلي بنص الكمية في القاعدة بتاعت الصينية، وبعد كده بتخلي النص التاني. بعد ما بننزل بنص كمية الكنافة بنروح كبسينها كويس بإيدينا. أو ممكن بتجيبي صينية أصغر من الصينية ديت وبتروحي كبساها كويس جدا، لازم تدوسي عليها كويس جدا. شايفين أنا بدوس عليها إزاي؟ لازم تدوسي عليها بكفة إيدك عشان تتأكدي إن هي ضغطت كويس. بجيب بقى صينية أصغر من الصينية دي وببتدي أدوس عليها كده بالصينية عشان أتأكد إن هي
اتكبست كويس. وتدوسي كمان على الحروف عشان ايه يبقى كلها ايه اتكبست كويس. بعد ما بدوس عليها وايه واتاكد ان انا كبستها كويس وحطيت نص الكميه، بجيب ايه بودنج الشوكولاته اللي احنا عملناه. تعالوا بقى نجيب البودنج بتاعنا. هنجيب بقى بودنج الشوكولاته اللي احنا عملناه. انت بقى المفروض البودنج ما يجيش على الحروف بتاعت الصينيه، بس لو جت على الحروف الصينيه ممكن تلميها كده بالمعلقه عادي، مفيش اي مشكله. لو في حتة بقى وقعت منك على طرف بتاع الصينية، بتجيبي أي منديل من مناديل المطبخ وتمسحي الحروف بتاعت الصينية. شايفين هو لسه سخن؟ شايفين البخار طلع منه ازاي؟ هي لسه ما بردتش يعني، هي لسه سخنة. زي ما قلت لكم لو في من الشوكولاتة جت في الحروف ممكن تلميها كده، بس أهم حاجة ما تخليش الشوكولاتة تيجي على ايه الحروف ايه بتاعت الايه الكنافة. تبتدي بقى تفرديها كده، ممكن تفرديها بظهر معلقة، تفرديها بالسباتيلا، يعني اللي موجودة عندك. بعد ما بفردها كده بجيب بقى نص كمية الايه الكنافة اللي انا كنت مخلياه، اللي هي بقى الكنافة يعني، وابتدي ايه اداري ايه البودنج الشوكولاتة بكل الكنافة. بس هنا بقى مش بدوس عليها، يعني يا دوبك اهو بحط الكنافة اغطي كل الايه الشوكولاتة، بس مش بدوس عليها. وتحطي بقى عند الحروف، وتحطي بقى تغطيها كلها، ما تخليش ولا ايه حاجة باينة خالص من الشوكولاتة. شايفين انا غطيتها كويس جدا من الايه بالكنافة، وكمان ايه دوست على الحروف بس. تمام كده. هنولع فرن بوتاجاز ونحطها على الرف الايه في النص، الرف الاوسط. واول ما الحروف تحمر معانا وتنكمش كده الحروف، هنروح مولع لنا الشواية من فوق عشان تاخد ايه اللون الذهبي. شايفين ابتدت اهي تاخد اللون الذهبي من فوق. زي ما قلت لكم هي ما بتاخدش وقت خالص في فرن البوتاجاز، بس لازم تحطيها على الرف الاوسط. طبعا ايه خدت الوش الدهبي القمر ده، طلعناها من الفرن البوتاجاز. هي سخنه والشربات بتاعنا بارد، لازم الشربات يكون بارد خالص. هنبتدي بقى نسقيها بالشربات. هي خدت كل كميه الشربات اللي احنا عملناها، الشربات اللي هي الشيرة يعني. بعد كده بعد ما بتسقيها كده بتسيبيها بس ايه 5 دقايق كده تتشرب، وبعد كده هنقلبها. شكلها تحفة بجد بجد، شكلها تحفة، الطعم حلو جدا. تعالوا بقى بعد ما قعدت يا دوبك 5 دقايق جبنا الطبق وهنبتدي ايه نقلب الصينية بتاعتنا. الله، ايه رأيكم؟ شايفين شكلها تحفة بجد بجد، شكلها حلو جدا. قمر قمر بجد بجد، لازم تجربوا الطريقة دي. الطريقة سهلة خالص والطعم حلو جدا، وبجد بجد لازم تجربوها، لان لو ما جربتوهاش هتزعلوا جدا، لانها طريقة سهلة وطعمها حلو جدا. شايفين الشوكولاتة تحفة بجد بجد، احنا يعني ما بنصبرش عليها. هي كمان لسه سخنة، شايفين البخار اللي طالع منها ازاي؟ هي لسه سخنة ما صبرناش عليها. طعمها حلو جدا، مقرمشة من ايه كنافة مقرمشة من بره، والشوكولاتة والبودنج طعمه حلو جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو مش مشتركين معايا في القناة اشتركوا ونوروا قناتي. وبألف هنا مقدما. بلاش تحكموا على حاجة غير لما تجربوها، لأن إن شاء الله لما تجربوها تعتمدوها. وبألف هنا.